سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هاد الفيديو تلقاكم صحه جيده ان شاء الله. كما تشوفوا اليوم نحضروا هاد الحريشات زوينين بزاف وتيوجدوا في اخر لحظه، اقتصاديين وتيجيو زوينين من اول تجربه ان شاء الله. غنبداو على بركه الله. هنا غنحتاج 4 الكيسان ديال السميده رقيقه الخاصه بالحرشه، 4 الكيسان ديال العنبه، وكاس لاروب ديال السكر، كاس لاروب ديال الدقيق وكاس لاروب ديال الزيت. بالنسبه لهنايا وجوج خمارات حمرين وفانيا، كل وحده من فئه 8 غرام. هنا في هذا الاناء اللي ضفت فيه السميده غنضيف عليه الدقيق والسكر سنيده. بهذه الطريقه هذه غنضيف الفاني والخمارات. بالنسبه لهاد الحريشات تيوجدوا بسرعه، ما تياخذوش منا بزاف الوقت، وفي نفس الوقت نحصلوا على نتيجه زوينه، تيجيو زوينين في المذاق وفي المنظر. بالنسبه لهاد الحريشات ممكن تزيدوا فيهم الفرميسيل، زيدوا فيهم الزبيب، يعني على حسب الاذواق. هنايا غنضيف شويه الملحه. صافون نبسبس هاد السميده بالكاس لاروب ديال الزيت. وهاد الحريشات باش يجيونا رطبين، تنضيفوا عليهم نص معلقه اولا معلقه صغيره ديال الخميره الخبز، يعني باش نجيو نخلطوا بالحليب. غنضيفوا معلقه صغيره ديال الخميرات الخبز، هي اللي تتخليهم يجيو رطبين، ما يجوش قاصحين، في نفس الوقت يجيو مقرملين من الفوق. كما شفتوا غنضيف معلقه هكا صغيره ديال الخميره ديال الخبز. غنضيف هنايا الحليب. بالنسبه لي غنعبر لكم بالكاس شحال خدات ليا. هنا ضفت الكاس الاول وغنضيف حتى الكاس الثاني، يعني خدات ليا 2 كيسان ديال الحليب بالعبار ديال الكاس ديال العنبه، حيت تكون شويه خفيفه. هكا غدا ندوب هذاك الخميره هكا بين يدي صافي، ونجمعها. من الاحسن من الكوش غير تنجمعوها هكذا بيدينا راه تكون خفيفه. بهذه الطريقه هذه هنا نحتاج 2 كيسان صافي، نخلطهم مزيان ونخليها على جنب ترتاح واحد 3 دقائق اولا 2 دقائق، يعني بسرعه السميده تشرب، ما تاخذش وقت بزاف. هنا من تشرب لينا السميده هكذا غنحصلوا عليها تتولي جامعه راسها مزيان. غنجيبوا السميده رقيقه باش نفندوا هاد الحريشات ديالنا، ويمكن لكم تفندوهم هنا حتى بالسميده الغليظه، حتى هما تيجيو زوينين. هكذا نعملهم كويرات على حسب الحجم اللي بغيتو. هنا عملتهم متوسطين. بالنسبه لهنايا في هاد باش نكونوا تنوجدوا هكذا هاد الكويرات ديال الحريشات، نكونوا شعلنا الفران خليناه يسخن مزيان، حيت الفران خصو يكون سخون مزيان باش ما يقصحوش لنا هاد الحريشات. وبالنسبه ليا غنطيبهم في الفران ديال الضو، وغنشعل عليه من الفوق ولتحت، وندير الحراره كامله يعني لاقصى درجه، وعاد ندخلهم للفران. هنا من بعد ما نكمل الكميه اللي عندي كامله هكذا نقرصهم شويه باش ما يجوش غلاضي، وندخلهم للفران اللي شاعل عليه من الفوق ومن التحت، نديرهم في الوسط. هنا ملي تيوجدوا لينا تنخرجوهم نخليهم تيتحمروا، تنحصلوا على هذا الشكل هذا، تيجيو زوينين بزاف ولذاذين في نفس الوقت. هذيك الطبقه الفوقانيه مقرمله، تيجيو لذاذ. نتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا في كومونتير كيفاش جاوكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب الى عجبكم الفيديو. انا نقسم معكم وحده باش تشوفوا كيفاش تجي من الداخل. تيجيو رطبين بزاف وزوينين، واهم حاجه انهم تيوجدوا في بالزربه، يعني 10 دقائق ديالهم ولا ربع ساعه تيوجدوا، ما تياخذوش وقت بزاف. بسلام عليكم، الفيديو الماجي ان شاء الله.